عدت من الكل، وصلت الناحيه الثانيه عند هيثم اللي بيلعبها لشعبان. يا ولد يا لعيب، عدى شعبان، عمل عرضيه خطيره جدا، جول جول، ولكن في رايه وفي تسلل، والهدف يلغى بالنسبه لنادي كيما. محاوله باستمرار اللعب، ادى الادفانتج وتحت الفرصه، ودي الكره دخل منطقه الجزاء، والمحاوله وصلت لبيبو، جول، الهدف الاول في المباراه، وكل دكه نادي الفيوم نزلت الى ارضيه الملعب احتفالا ببيبو. الجليل من داخل دائره المنتصف، ويلعب كره ناحيه اليمين عند شريده تقدم شريده، عمل عرضيه شريده على القائم الثاني، وبتقع الكره من الحارس، وصلت عند عبد الله شريه، عدى شريه، فات شريه، سدد شريه وجول، سدد شريه وجول، وهدف التعادل لنادي كيما في الدقيقه 13 من احداث الشوط الثاني. ألف سلامة للحارس محمد فتحي. عبد المجيد ياسين رجع الثاني، خطيرة التصويب، وبيبو المرمى فاضي، جول جول، الهدف الثاني لبيبو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع. بيبو انفرد بيبو ومطالبة بضربة جزاء، لصالح نادي الفيوم.